ازيكم يا احلى اصحاب في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني النهارده هنعمل فطائر الطاسه بعجينه قطنيه وهشه وخفيفه بحشوه البطاطس. تقدروا تغيروا في الحشوه وتحطوا اي حشوه انتوا بتحبوها، لكن البطاطس اسهلهم واسرعهم كده، بما اننا عايزين حاجه سهله وسريعه. لو اول مره تشوفوني انا مي، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا، ويلا نبتدي. هنحتاج 3 كوبايات دقيق، عليهم معلقة خميرة كبيرة ومعلقة سكر وكوباية حليب دافي وحزمة شبت كده. هناخد بس الورق بتاعها، لو مش متوفر تمام مش لازم، لكن بيدي طعم وريحة كده رهيبة للعجين. واحتاج كمان معلقة صغيرة ملح وتلت كوباية زيت. احط شوية لبن دافي كده وابدأ ان انا ادوب السكر والخميرة. بعد ما اقلبهم ابدأ انزل عليهم تلت كوباية زيت واقلبهم تقليبة كمان. ابدا ان انا انخل كميه الدقيق بتاعتي اللي هما 3 كوبايات دقيق، وهسيب لكم الجرامات والكوبايات في صندوق الوصف كالعاده. انخلهم وبعدين انزل عليهم بمعلقه صغيره ملح. انا هنا حطيت نص معلقه صغيره، لكن هي طلعت دلع معايا شويه، انتوا زودوها نص كمان لو انتوا بتحبوا، يعني معلقه صغيره ملح. وحاولوا تظبطوا الملح لانه الحشوه بتاعتنا البطاطس هتبقى فيها ملح، فحاولوا تظبطوا الملح على حسب اللي انتوا بتحبوه. نبدا هنا بقى نزل شويه بشويه لبن دافي. هنا انا العجينه بتاعتي احتاجت كمان نص كوبايه، يعني فضلت احط كده واحتجت كمان فحطيت نص كوبايه، ناقصه معلقه كده. فانتوا هتبداوا الاول بكوبايه حليب وتشوفوا العجينه بتاعتكم عامله ازاي، لانه دقيق عن دقيق بيختلف. افضل اعجن لحد ما العجينه كده تسيب ايدي كده وما يبقاش فيه بقى عجين في ايديا كده، وفي نفس الوقت ان الطبق نضيف. لقيت المرحله دي ابدا ان انا احط الشبت، الورق الشبت بتاعنا، وابدا ان انا اعجن تاني شويه كده لحد ما تتكون معايا عجينه بقى ناعمه كده وشكلها حلو، وشكلها رائع جدا بالشبت، حلوه قوي وريحتها حلوه قوي. اول ما تحطوا الشبت هتلاقوا ان العجينه كده قوامها اختلف كده وبدات ان هي تعمل حاجات مش مظبوطه كده، لكن لما نعجن فيها شويه هتلاقوها ان هي اتلمت بقى وبقى شكلها حلو. نغطيها بقى ونسيبها تخمر زي ما احنا بنسيب اي عجينه تخمر، لكن اليومين دول الجو سقع شويه هتاخد معانا وقت شويه. واحنا ونسيبينها تخمر بقى نكون سالقين البطاطس وحاطين لها ملحها وكل حاجه. وابدا ان انا اجيب معلقه زبده كده كانت بارده كده من التلاجة، فحطيتها كده في قلب البطاطس كده عشان تسيح. وابدا ان انا احط التوابل بتاعتي. هحتاج ربع معلقه صغيره كمون، وربع معلقه صغيره فلفل اسمر، وربع معلقه شطه لو انتوا بتحبوا الحاجه سبايسي كده. وكمان ما تنسوش ان احنا حاطين الملح في السليق. وابدا ان انا اجيب كمان الجبنه موتزاريلا، ميكس جبنه رومي على جبنه موتزاريلا. انا بستعمل الجبنه الموتزاريلا بتاعتي الصفرا، بتبقى حلوه قوي كده. العجينه بتاعتي خمرت بقى، ابدا ان انا افرغ منها الهواء واقطعها قطع كده على حسب انتوا بتحبوا حجم الفطيره بتاعتكم قد ايه. انا هنا عامله الفطيره بتاعتي كبيره شويه، انتوا ابداوا بقى قطعوا على الحجم اللي انتوا بتحبوه ومناسب ليكم. اشكل العجينه كور كده، بجيب العجينه واحاول ان انا اضمها على بعضها كده لما تبقى كوره شكلها حلو وناعمه كده وعسوله. الشبت مديلها لون حلو قوي وريحه فظيعه بجد. اهم حاجه واحنا بنشتغل يا اما نغطيها بفوطه يا اما نغطيها بكيس بلاستيك عشان العجينه ما تنشفش مننا وتضايقنا. بعد ما سبتها ترتاح شويه ابدا ان انا اشتغل في العجينه باول عجينه احنا شكلناها، وابدا ان انا اقلبها الشكل اللي هو حلو تحت، والشكل اللي هو مكان القفله هي اللي يمت فوق.
اهم حاجة تسيبوها ترتاح شوية عشان ما تقاومش معاكم وانتوا بتفردوها. نبدأ بقى اننا نجيب الحشوة بتاعتنا، بس ما نكترش حشوة قوي عشان واحنا بنفردها ما تضايقناش وتتفتح مننا كده. وشوية جبنة موتزاريلا بقى او جبنة رومي، اي حشوة انتوا بتحبوها تقدروا تحطوها في المرحلة دي. واقفلها بالطريقة دي كده زي السرة كده بتاعت توم وجيري. اهم حاجة نقفلها كويس جدا عشان ما تخرجش مننا. وابدأ ان انا اقلبها، يعني الشكل الحلو اقلبها كده يم تحت، واغطيها برضك يا اما بكيس بلاستيك يا اما بفوطة عشان ما تنشفش مننا. دي خطوة تانية برضك، يعني اللي مش عايز يفرد وكده، دي خطوة اسهل بكتير وبتنجز اكتر كمان من اللي هي الفردة بالنشابة. لكن المبتدئين يقدروا ان هم يعملوا الفردة اللي هي بالنشابة ويعملوا الحشوة في النص كده ويبدأوا يلموها. لكن دول بقى اللي احنا بقالنا فترة بنعمله كده. اخلص الكمية بتاعتي كلها وبعدين ابدأ باول واحدة احنا قفلناها، نبدأ نفردها برضو كمان مرة. هنا بقى هنجيب العجينة بتاعتنا، اول واحدة عملناها هتكون الشكل اللي هو الحلو الناعم، يمة تحت والمكان القفلة يمة فوق. واحنا بنوزع الحشوة نحاول نوزعها بالراحة وما نضغطش قوي عليها على العجينة عشان الحشوة متخرجش كده مننا، بما ان البطاطس بتاعتنا لينة كده، فعشان ما تقطعش مننا العجينة. ابدأ ان انا اركنها على جنب بقى، او في صينية او اي حاجة تحطيها عشان هنبدأ ان احنا نسويها بقى. اهم حاجة طول ما احنا بنشتغل نكون مغطيين العجينة بتاعتنا عشان ما تنشفش مننا. اجيب بقى طاسة على النار واسخنها كويس جدا الاول على نار عالية، وبعدين اول ما تسخن نوطي درجة الحرارة متوسطة او هادية شوية عشان تستوى معانا، وادهنها دهنة زيت او دهنة زبدة زي ما انتوا تحبوا. وبعدين احط اول واحدة احنا فردناها وركناها على ما خلصنا الكمية كلها. اهم حاجة نغطي الطاسة بتاعتنا عشان تسرع عملية التسوية وما يكونش فيه نسبة 1% ان هي مش مستوية. وكمان هنا انا مغطية كده بجد بجد. اهم حاجة ان انتوا تغطوها يا اما بكيس بلاستيك يا اما بفوطة عشان ما تنشفش منكم وتضايقكم كده. هنا شوفوا عاملة بخار ازاي كده، يعني هي مستوية وزي الفل. 3-4 دقايق ونبدأ ان احنا ننقلها، قصدي نقلبها على الناحية التانية. هنا كنت هتهور وراح امسكها لكن مسكت نفسي. ابدا ان انا اقلبها بقى بعد 4 دقايق. شوفوا قد ايه لونها تحفه بجد، واغطي على طول عشان تستوي الناحيه التانية بسرعه. بعد ما خلاص استوت كده ابدا ان انا ادهنها يا دهنه زبده يا دهنه سمنه، بتدي لمعان كده للعجينه وفي نفس الوقت بتديلها طراوه حلوه قوي. ادهنها من الناحيه دي وبعدين ابدا ان انا اقلبها الناحيه التانية وادهنها، وبعدين نقدمها بقى وهي سخنه كده والجبنه سايحه رائعه رائعه. هنا لقيت ان الجبنه كده خرجت بس كده من كل حته. فهحاول ان انا ازقها كده واظبطها في البتاع كده عشان الجبنه تمسك فيها. اقلبها بقى على الجنب التاني وشوفوا بقى قد ايه ان هي لونها تحفه من ناحيتين. وادهنها دهنه الزبده او دهنه السمنه اللي احنا قلنا عليها، بتديلها لمعان وطراوه حلوه قوي. هنا بقى لقيت ان الموضوع هياخد مني وقت فعملتها في طاسه تانية كمان. ابدا ان انا اقلبها معاكم، لو حسيتوا ان هي مثلا بارده شويه العجينة عادي قلبوها على الناحيتين كل شوية لحد ما تاخد اللون اللي احنا حابينه واللي احنا بنحبه. نبدأ ان احنا نطلعها على طول. انا ما قدرتش ان انا استنى على ما اخلص الكمية كلها، فوريتكم 2 كده عملناهم تحفة تحفة جميلة قوي وهي سخنة والجبنة سايحة كده، فانا ما كنتش عارفة اقطعها اصلا ولا امسكها كده، كان نفسي اقطعها لكم كده واوريكم. شوفوا بقى الحشوة عاملة ازاي كده والجبنة سايحة، الحشوة طرية كده، البطاطس طرية والجبنة سايحة والدنيا زي الفل. تقدروا تحطوا اي حشو زي ما انا قلتلكوا. وهنا بقى خلصت الكمية كلها وحبيت ان انا اوريها لكم تاني. وشوفوا بقى يا خرابي على يا خرابي ايه ده. سايحة 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 زي ما احنا بنحب البيتزا والحاجات السايحة دي. كلنا بنعشق الجبنة السايحة دي. وكده بقى الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه مشتركتوش اشتركوا وتفعلوا الجرس كمان عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم في فيديوهات تانية، وباي باي.